السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا. انا بقالي كتير ما دخلتش عملت فيديوهات ولا عملت حاجة. عامة وحشتوني كلكم. نفسي بقى اشارككم معايا في حاجة كده انا محتار فيها بصراحة. الورقة دي هي بقت ايه دلوقتي؟ يعني ال 200 جنيه دي بقت ايه قيمتها دلوقتي؟ انا مش عارف. يعني انا لما الصبح نجيب ب 100 جنيه مثلا فطار، ونيجي للغدا عايزين واحدة زي دي، ونيجي للعشاء عايزين 100 جنيه كمان، يبقى كده احنا عايزين 400 جنيه كل يوم. يعني في الشهر 12000 جنيه أكل بس. لسه بقى ما دخلناش على كهرباء ولا على مية ولا على علاج ولا حد تعب ولا لبس ولا خروجات ولا الكلام الفارغ ده كله. يعني أصبحت دي النهاردة بتساوي 20 جنيه. أنا دماغي بصراحة، والنهاردة اللي خلاني أتكلم في الموضوع ده، احنا كنا قاعدين 4 تنفار كده اصحابنا، قلنا نقعد في مكان كده هادي، يعني مش المكان مش واو يعني قوي، مكان عادي في وسط البلد يعني. طلبنا ايه يعني 5 حتت جاتوه، واللي طلب بيتشينو واللي طلب قهوة واللي طلب شاي. خدنا قعدتنا تمام التمام ومية مية. نادينا على الراجل، هات الشيك بحضرتك. لقيناه بيقول لنا 1850. 1850 ليه يا عم؟ احنا ولا كلنا ولا اي حاجة. مفيش كلام. هنتكلم نقول ايه؟ دخلنا قعدنا، ومكان والله العظيم عادي جدا، انا مش عايز اقول اسمه ولا اذكره يعني. فمعنى كده دي ما تسواش النهارده 20 جنيه. طيب الموظف الغلبان بقى اللي احنا بنقول عليه غلبان ده يعمل ايه؟ حتى لو بياخد 10000 جنيه هيعمل ايه؟ مش عارف. يعني الدنيا رايحة فين بينا الله اعلم، انا مش عارف. يا جماعة والله مش يعني، حرام، بجد حرام. الناس خلاص، يعني الناس خلاص بقت على اخرها. بس ايه اللي بايدينا؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه، ربنا موجود. بس الناس اللي يعني احنا ممكن اهي قاعده خلاص مش هتتكرر تاني ودفعناهم وسلام عليكم. بس انت بترجع بقى مخبوط على دماغك بشومه مش هتتكرر تاني، ولا هتتفسح ولا هتفك عن نفسك. خلاص هي مره وشكرا. طب وبعدين؟ بنقول الناس بتسرق والناس بترتشي والناس بتعمل، طب ما هو من ايه؟ هو من ايه؟ في ناس على مبدأها، وفي ناس كويسة وفي ناس نظيفة. بس هنعمل ايه؟ يعني الغلا اللي احنا فيه ده هنعمل ايه؟ دي كده ما بقتش تسوى 3 تعريف. بجد. يعني حاجة غريبة. يعني مش عارف، ما جبناش احنا ولا فاكهة بقى ولا ترفيه ولا الكلام من ده كله. ايه الحل؟ انا مش عارف. يا ريت والله تردوا عليا. هنقول الدنيا كلها غلا ماشي، بس في ناس خلاص بتداس عليها وبتموت. ربنا معانا وربنا يعيننا. انا مش حابب والله اتكلم في الموضوع ده، بس الموقف ده حصل دلوقتي حالا، فعشان كده اضطريت اتكلم. يعني 1850 جنيه ليه؟ ناس هتقول لي انت بتقعد، طب ما انت اللي غلطان وانت قعدت. ماشي يا جماعه، انا ما اعرفش ان انا هخش هيقول لي واحد اتنين ومكان عادي. انا مش داخل مكان 5 ستار يعني، ما قعدش في فندق انا 5 نجوم ولا الكلام ده. انا قاعد في مكان عام في وسط البلد، واحنا كنا 5 تنفار، يعني انا و4 كمان. بس ده اللي خلاني اطلع اتكلم، ومش هتتكرر. ده طبعا اكيد. والسلام عليكم وربنا يعيننا ويعينكم. كل سنه وانتم طيبين.